كان دايما يراودني سؤال، المفاتيح دي زمان كانت بتتعمل ازاي قبل ما تطلع المكنه الجميله دي؟ وانا النهارده في الجماليه وبالتحديد في قلب حاره اليهود، رايح عند اقدم واحد بيعمل مفاتيح في مصر كلها. هنعرف منه اسرار كتير جدا عن صناعه المفاتيح. ايوه كانوا الاول بيمسكوا المفتاح، بيحطوا الموازن المفتاحين على بعض، الاثنين دول مثلا بيتمسكوا كده ويتحطوا على بعض كده، وبنربطهم مع المنجله كده. شغل زمان ده. ايوه وبتبتدي بقى تشتغل ايه كده 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 واحده واحده على السن القديم عشان يطلع السن الجديد. وبعد ما بنخلص خالص وبيطلع الشكل المقارب بنمسك ده كده لا مؤاخذه، وده البرجل القديم بتاعنا بتاع زمان ده اللي هي قبل البكوليس. قبل البكوليس قبل ده ادق من البكوليس ده كمان. ده كده وبتمشي واحده واحده على السنه، وبنمشي على نفس المفتاح اللي تسنن بقى عشان تعرف ان المقاس مظبوط ولا لا. ونفس الشغل برضو كان بيبقى في مفتاح الخزنه.